من الاخر مع محمد شبانة، ومساءكم دايما زي الفل. جراديشار كتر خيره. الاهلي يظل منافس قوي لبيراميدز على قمه الدوري المصري. بيراميدز كسب النهارده سيراميكا 2-1. الاهلي كسب طلائع الجيش 2-0، جولين لجراديشار وبينالتي لمروان عطيه. ونفس الكلام بالنسبه للنادي بيراميدز، جاب الجول مصطفى فتحي من البينالتي، وبعدين جاب التالي مصطفى الشيبي، واحرز هدف واحد فقط سيراميكا كليوباترا. بيخسر 2-1. كمان بتروجيت بيتعادل مع غزل المحله 1-1. الاهلي بيرفع رصيده ل 39 نقطه، بيراميدز بيرفع رصيده ل 42 نقطه. الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطه، فرق 10 نقاط عن بيراميدز مع نهايه الدور الاولاني. كده خلاص الدور الاولاني انتهى رسمي. الدور الثاني احمد بالحاج ولا جاب جول سيراميكا على فكره. الجول الثاني في المركز بين الاهلي والزمالك، يعني احنا بنتكلم في 7 نقاط. الاهلي مع بيراميدز سيطره كامله على القمه. وانا بقول لكم خدوا بالكم، لا تندهش اذا بيراميدز خد الدوري. خد بالك بيراميدز بقاله 8 ماتشات في الدوري، محتاج يتعادل مع الاهلي، يتعادل مع الزمالك، يكسب 6 ماتشات، خد الدوري خلاص. اي حد هيفقد نقطه في ال8 ماتشات اللي جايين هيدفع ثمنها كتير جدا 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 جدا. الاهلي ما عندوش امل غير انه لما يلعب بيراميدز يكسبه عشان يعوض فرق ال3 نقاط، ويبقى بيراهن على ماتش الزمالك وبيراميدز نفس، واي تعثر لبيراميدز نفس الكلام. اي تعثر للاهلي هيكلفه كتير في هذا الدوري القصير، لكنه ممتع وكبير ومهم جدا جدا. النادي الاهلي النهارده بيحقق فوز مهم زي ما قلت لحضراتكم. خد بالك ان الفوز ده هو الفوز رقم 11 للنادي الاهلي. الاهلي تعثر في بدايات الدوري كتير، يعني الاهلي متعادل 6 ماتشات وكسبان 11 مباراه. النهارده المباراه كان فيها تألق في الشوط الثاني، والحقيقه مارسيل كولر التغييرات اللي عملها في الشوط الثاني ظبطت شويه الفريق، لانه في الشوط الاولاني كان وحش، واحنا هنتكلم بعد شويه عن الشوط الاولاني. لكن التغييرات اللي عملها في الشوط الثاني فرقت جدا. هقول لكم تغييرات النادي الاهلي بسرعه. نزل عمرو السوليه مكان جراديشار، ظبط شويه نص الملعب، ونزل عمر كمال عبد الواحد مكان حسين الشحات في الدقيقه 74، ونزل كمان محمد عبد الله مكان اشرف بن شرقي في الدقيقه 74، وعبد الله تسبب في ركله جزاء، واكرم توفيق مكان امام عاشور في الدقائق الاخيره، يعني اخر 5 دقائق عشان يكسب الاهلي هذه المباراه 2-0. طلع الجيش نادي رخم بلغه الكوره، يعني نادي ليه امال وليه طموحات، كان عنده امل يبقى من ال9 الاوائل، لكن خسر المركز التاسع لصالح زد. اللي نجح زد الحقيقه في ان هو يبقى من ال9 الكبار، 9 اللي هم رايحين للدوري يلعبوا خلاص، يعني ما عندهمش مشكله المنافسه على الهبوط. هقول لكم ال9 بسرعه بعد نهايه الدور الاولاني: بيراميدز والاهلي، الزمالك، المصري، بنك الاهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، حرس الحدود، وزد. الانديه اللي هتبعد عن، اللي هتحاول تصارع على الهروب من الهبوط، هيبداوا من طلائع الجيش، بتروجيت، سموحه، الاتحاد السكندري، غزل المحله، الجونه، الاسماعيلي، انبي، ومودرن فيوتشر. طبعا اقرب حد انه يبعد هو طلائع الجيش لانه 21 نقطه، والسنه ده هينزل 2، مودرن 9 نقاط، طلائع الجيش 21 نقطه. وكمان انبي 12 نقطه، طلع الجيش 21 نقطه. فتقدر تقول طلع الجيش وبتروجيت وسموحه والاتحاد وغزل المحله والجونه شويه عندهم فرص ان هم يبقوا في الدوري الممتاز. الشوط الاولاني كان عباره عن سيطره اهلاويه كامله. بدأ مارسيل كولر المباراه بتشكيل مصطفى شوبير في حراسه المرمى، على اليمين محمد هاني، على الشمال كريم الدبيس قلب الدفاع، لاول مره اشرف داري جنب مصطفى العش في قلب الدفاع، نص الملعب مروان عطيه وامام عاشور وحسين الشحات وجراديشار وبن شرقي ووسام ابو علي. الحقيقه حتى الان انت ما تعرفش ليه بيلعب جراديشار ووسام ابو علي لغايه دلوقتي، انا ما اعرفش ليه، السبب اللي بيلعب بيه كولر جراديشار ووسام ابو علي. طبعا في نوع من التشابك في الجانب الهجومي. النهارده الاهلي بيهاجم، لكن تحس كده ان الهجوم ناقصه حاجه. السلام عليكم. دلوقتي يا جماعه فهمونا بالنسبه لموضوع الدوري المصري السنه دي. لو كنتوا ناويين ان انتوا ان بيراميدز ياخد الدوري في كل الاحوال، سواء في فاز او ما فازش، سواء كويس او وحش، طب ما تنيح بعض كده وندي الدوري لبيراميدز من دلوقتي. وطبعا انتوا عاملينه موسم استثنائي، فنخليه موسم استثنائي ونكتفي بالدور الاول وندي الدوري لبيراميدز وخلاص، بدل ما وجع الدماغ وتكلفه ملاعب واستادات واذاعه وتلفزيون ومشجعين وكوره وحكام ورواتب وكل ده
على الفاضي. طيب ما احنا نقترح ان انتوا تدوا البيراميدز وخلاص، دي مش مشكله، سنه استثنائيه، ما هو مش مشكله، عادي الاهلي مش عايز الدوري السنه دي خلاص مش مهم، ادوا البيراميدز اهو نشجع الاستثمار وتبقى تشجيع للاستثمار كويس. وكمان لو حد بعد كده جاي يشتري نادي ولا يعمل نادي تاني بفلوس اهو تشجيع برضو، اي واحد يجي جديد يشتري نادي او يعمل نادي نقوم نديه الدوري سنه عشان تشجيع ليه كده وخلاص. يعني انتوا الاول لما لقيتوا ما فيش اي فايده من الزمالك فبداتوا قلتوا لا المهم الاهلي ما ياخدوش. يعني في مثلا عندنا بيقول لك الكوم ولا جار، يعني ارمي الاكل على في الزباله وما ادوش لجار. فهم المسؤولين على الكره في مصر عندهم كده، انا هحرم الدوري في الزباله هديه البيراميدز المهم الاهلي ما ياخدوش، بيراميدز الزمالك اي حاجه اي حاجه المهم الاهلي ما ياخدوش. طب ما نقصر على بعض المشوار وندي الدوري دوري البيراميدز وننهي الموضوع. لكن كل مباراه مثلا المهم هدف يتلغي لسيراميكا كليوباترا، هدف يتحسن، المهم لازم بالعافيه بالذوق بالعركه بالبلطجه لازم بيراميدز يفوز. في كل الاحوال لازم بيراميدز هيفوز. لو مفيش خالص هتتحسب له ضربه جزاء. انتوا خدتوا بالكم الناس اللي خدت بالها من ملاحظه مهمه جدا، مباراه بيراميدز اتاخرت عن مباراه الاهلي في الشوط الثاني حوالي 4 دقائق. ده الحكمه، ايه هي الحكمه؟ نلعب على مباراه الاهلي. مباراه الاهلي خلصت تعادل، احنا نجيب جون في اخر دقيقه لبيراميدز باي طريقه، يعني خش الحكم بيقول له خش اقع في الملعب اقع في منطقه الجزاء في اي اقع وخلاص هديك ضربه جزاء. وفي كل الاحوال لو الفريق الثاني جاب جون كده كده مش هحسبه. يعني جون بتاع سيراميكا كليوباترا اللي هو جابه في الاول ده الحكم حسبه تسلل، ما فيهوش اي ريحه التسلل خالص. واللاعب الافريقي ده اللي بيلعب فيه بيراميدز رمى نفسه قدام اللاعب، ما فيش اي تلاحم ولا اي التحام ولا اي فاول نهائي، كان بيدور على اي حاجه الفار عشان يلغي بيها الهدف، ونادى للحكم وقال له حياة امك لا تلغي الحكم يا اما هتاكل بالجزمه فوق دماغك، ولغى الجول. طب ادي الوضع اللي شغال دلوقتي في الدوري المصري يا جماعه. طبعا خلاص الزمالك بعيد تماما عن الدوري المصري السنه دي، وكده كده في الدور الثاني فاضل 8 ماتشات، لان الدور الثاني استثنائي هم 9 فرق هيلعبوا على الدوري، والتسعه التانيين هيلعبوا على اللي يهبط وهيكون منهم الاسماعيلي. وانا بقول لك كده التسعه اللي بينافسوا دلوقتي اللي هم هيخشوا على الدور الثاني مفيش الا الاهلي وبيراميدز، كل واحد هيلعب 8 ماتشات تمام. حتى بالطريقه دي كده هم عايزين بكل طريقه الاهلي يتعادل كمان ماتش عشان يبقى الدوري خلص كده، وكده كده يخلصوا بيراميدز، عشان لما الاهلي يقابل بيراميدز ويغلبه يبقى في كل الاحوال بيراميدز اخذ الدوري والموضوع انتهى وراح على الاهلي السنه دي. الهدف منع الاهلي ان هو ياخد الدوري السنه دي بكل طريقه. لو يقدروا يمنعوه ان هو يشارك من دوري الابطال كمان كانوا منعوه، يعني لو يقدروا يحرموه المركز الثاني كمان كانوا عملوا. لكن الاهلي طبعا عنده شرف ما بيحبش ياخد مركز مش بتاعه، المركز الثاني ده كان بتاع الزمالك، دلوقتي سابه لبيراميدز بقاله سنين طويله، دلوقتي هم عايزين يدوا الدوري لمين؟ لبيراميدز بكل الاحوال، بعد ما الزمالك خلاص راح دلوقتي بقى في المنطقه الدافئه السنه دي، كمان سنتين ثلاثه هتلاقي الزمالك محصل الاسماعيلي بيصارع على الهبوط. ده الحال الوضع اللي ماشي في الكره المصريه دلوقتي. لكن تقول لي دوري، ما فيش دوري، حتى لعيبه الاهلي بتلعب من غير نفس اصلا، ومفيش اي رغبه في الفوز، لان عارفين ان الموضوع كده كده منتهي لصالح بيراميدز.